بداية نستذكر أننا نحن في ضمن هذه الفترة ما زلنا نستذكر الأسبوع العالمي لحقوق الإنسان. منذ عام 99 ومنذ عملية اختطاف القائد عبد الله أوجلان وإيداعه السجن الانفرادي، وما زالت الانتهاكات التركية بحق القائد حتى تاريخه. القائد هو مفكر سياسي وهو فيلسوف وهو ليس مجرم، وبالتالي عملية اختطافه كانت بالأصل انتهاك لحقوق الإنسان ومخالفة للأنظمة والقوانين الدولية. ولكن مؤخرا ومنذ 21 شهرا أصبح الوضع الصحي للقائد أوجلان غامض، على اعتبار أن الزيارات ممنوعة لذويه، الزيارات ممنوعة لوكلائه القانونيين. نحن الآن نناشد كافة المنظمات الحقوقية على مستوى العالم، الحقوقيين والقانونيين الأحرار، للوقوف على حالة القائد الصحية. هذه اللجنة CPT التي حاولت زيارة القائد ربما رفضها القائد كما أسلفت لكم، على اعتبار أنها تحمل أجندة سياسية هي تخالف رأي وفكر وعقيدة القائد. وبالتالي هذه الدول الاستعمارية هي التي جندت استخباراتها لاختطاف القائد وإيداعه تركيا، ونحن لا نثق بها، وبالتالي القائد لا يثق بها، ولهذا السبب تم رفضها ورد طلبها. أما الآن نحن كحقوقيين وكمحامين في شمال وشرق سوريا نناشد كافة نقابات المحامين على مستوى الشرق الأوسط، نناشد كافة الهيئات الدولية والحقوقية ولجان توثيق حقوق الإنسان على مستوى العالم المتحررة أن تعمل معنا وأن تضم صوتها إلى صوتنا للوقوف على وضع القائد الصحي الغامض، ومنذ 21 شهر الممنوع ذويه ووكلائه القانوني عن زيارته. من أبسط حقوق المعتقلين أو المسجون هو الزيارات الدورية سواء للمحامين أو لأهل المسجون، إلا أن الدولة التركية ومن بداية اعتقال القائد عبد الله أوجلان عرقلت الزيارات، ودخوله في سجن إمري سجن مغلق داخل الجزيرة، فهي من انتهاك صارخ لحقوق المعتقلين سواء القائد عبد الله أوجلان أو لرفقائه المسجونين داخل جزيرة إمرالي. إذا ما أردنا الحديث عن قانونية العزلة المطبقة أو المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، علينا الرجوع قليلا إلى ما قبل اعتقاله والحديث عن قانونية اعتقاله من عدمها بالأساس. يعني السبب الرئيس لاعتقال السيد عبد الله أوجلان هو لأنه صاحب مطلب ومشروع سياسي، وليس مرتكبا لأي اسم يستدعي اعتقاله ومحاكمته، إنما هو صاحب قضية، صاحب مشروع، صاحب نضال، وبالتالي هو معتقل سياسي. هذا ما أود قوله. والمعتقل السياسي في أي دولة كانت في العالم له جملة قوانين خاصة به، لأنه معتقل رأي وليس معتقل جنائي أو معتقل لكونه ارتكب مخالفة أو جنحة. وبالتالي لا يمكن القول بأن العزلة المفروضة هي قانونية أو لا، لأن الاعتقال أصلا هو غير قانوني منذ اليوم الأول إلى يوم الإفراج عنه. نناشد الحقوقيين في كل دول العالم بعدم التزام الصمت، ويعني التصريح على الأقل وإبداء آرائهم حيال ما يتعرض له القائد عبد الله أوجلان بصفته ممثلا عن الشعب الكردي في العالم.